السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في القناة. فضلا منكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وإذا عجبكم الفيديو خليوا لي إعجاب وشي تعليق زوين، وشكرا على دعمكم. خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي فيتا فلوغ. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. من بعد ما شفنا قلعة كانوسا وشفنا البلدة ديال سابيونيتا اللي على شكل قلعة، وعلى فكرة اللي ما شافهمش يدخل القناة باش يكتشفهم أو يدخل هاد جوج روابط اللي غادي يبانوا على الشاشة. اليوم جبت لكم واحد البلاصة زوينة بزاف، فيها التاريخ، الجمال والطبيعة. كاستيلو دي بيانيلو، واحد القلعة كاينة في واحد تلة خضرة وسط الطبيعة، والجو فيها كيحمق. باش نعطيكم فكرة، هاد القلعة كاينة قريبة من مدينة ريجو إيميليا، تقريبا 20 دقيقة بالسيارة، وماشي بعيدو بزاف على بارما، حوالي 40 دقيقة. وكذلك مودينا تقدر توصل ليها في ساعة، يعني إلا كنتي في شمال إيطاليا راه ما عندك حتى عذر باش ما تزورهاش. غادي ناخدكم دادا في جولة داخل القلعة، نشوفوا السور، الدروج، وغادي نحكي لكم شوية من تاريخ هاد المعلومة اللي عندها مئات السنين. ما تنساوش تشوفوا الفيديو حتى الاخر، وإلا عجبكم المحتوى ديروا اللايك، تابوناو في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديما. نبداو على بركة الله. هنا دابا في الطريق ديال قلعة بيانيلو، واحد الطريق طويلة طير بها الشجار ورايات ملونة، كتخليك تحس وكأنك داخل العالم القرون الوسطى. القلعة باينة من بعيد فوق واحد الهضبة، كتشوف كلشي من الفوق. كاستيلو دي بيانيلو واحدة من 4 قلعات معروفة في منطقة كواترو كاستيلا، وهي الوحيدة اللي مازال محافظة على هيكلها الأصلي. كانت تابعة لعائلة كانوسا في العصور الوسطى، وكانوا كيستعملوها كقلعة دفاعية وأيضاً كمكان للإقامة. وكما قلنا في بداية الفيديو، القلعة كاينة في بلدة صغيرة سميتها مونتيفينتو، تابعة لمدينة كواترو كاستيلا، قريبة بزاف من ريجيو إيميليا، تقريبا 15-20 دقيقة، وكتبعد حوالي 40 دقيقة من بارما وساعة من مودينا، يعني موقعها مناسب لرحلة نهارية خفيفة وممتعة. القلعة كانت من ممتلكات ماتيلدا دي كانوسا، وحدة من أقوى النساء في أوروبا في ذاك الوقت، واللي شفنا القلعة ديالها الأساسية في فيديو سابق. وكما سبقنا وشرحنا في ذاك الفيديو، ماتيلدا دي كانوسا كانت واحدة من أهم الشخصيات السياسية والدينية في إيطاليا في ذاك الوقت، واستخدمت القلعة كمكان للإقامة
وأيضاً للاجتماعات الدبلوماسية. ومعروف أنها استقبلت فيها الإمبراطور هنري الرابع أثناء أزمة الذهاب إلى كانوسا سنة 1077 في واحد من أهم الأحداث في العصور الوسطى، باش يطلب السماح من البابا غريغوريوس السابع. كما تتشوفوا معايا طلعت الفوق، المنظر بان خيالي، الأشجار والجبال والهواء النقي، كل شيء كيجعل من زيارة قلعة بيانيلو تجربة زوينة ما تتنساش، واخا ماشي مشهورة بزاف ولكن تستاهل زيارة. وهكا نكونوا سالينا الرحله ديال اليوم. نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا واكتشفتوا بلاصه جديده وعجبتكم الاجواء. ما تنساوش ديروا لايك وتخليوا لي رأيكم في الكومنتير، وطبعا اللي مازال ما مشتركش يبارطاجي ويضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. نشوفكم في الفيديو الجاي وخليكم ديما معايا. سلام.